كان لملك عظيم في قديم الزمان 4 زوجات، فكان يحب الرابعة حبا جنونيا ولا يطيق البعد عنها، ويعمل كل ما في وسعه وطاقته لإرضائها وتنفيذ رغباتها. أما الثالثة فكان يحبها أيضا، ولكنه كان لا يثق فيها، وكان دائما ما يشعر أنها قد تتركه من أجل شخص آخر. أما الثانية كانت هي من يلجأ إليها عند الشدائد والمصائب، وكانت دائما تستمع إليه فيجدها عند ضيقه وتعينه على فك مشاكله. أما الزوجة الأولى فكان يهملها ولا يرعاها ولا يؤتيها حقها، مع أنها كانت تحبه كثيرا وتتمنى له الخير دائما، وكان لها دور كبير في الحفاظ على مملكته وممتلكاته وأصدقائه. مرض الملك وشعر باقتراب أجله، ففكر وقال: أنا الآن لدي 4 زوجات، ولا أريد أن أذهب إلى القبر وحيدا. فسأل زوجته الرابعة: أحببتك أكثر من باقي زوجاتي، ولبيت كل رغباتك وطلباتك، فهل ترضين أن تأتي معي لتؤنسيني في قبري؟ فقالت: مستحيل، لا أستطيع المساعدة، فأنا معك فقط ما دمت حيا. وانصرفت فورا بدون إبداء أي تعاطف مع الملك. فاحضر زوجته الثالثة وقال لها: أحببتك طيلة حياتي واعتنيت بك، وفعلت المستحيل حتى ما حرمه الله لأجلك، فهل ترافقيني في قبري؟ فقالت: بالطبع لا، فأنا لم أرغمك على شيء، وأضافت: الحياة جميلة هنا، وعند موتك سأذهب وأتزوج من غيرك. فاحضر الزوجة الثانية وقال لها: كنت دائما ألجأ إليك عند الضيق، وطالما ضحيت من أجلي وساعدتني، فهل ترافقيني إلى قبري؟ فقالت: سامحني، لا أستطيع تلبية طلبك، لكن أكثر ما أستطيع فعله هو أن أبكي لموتك وأقيم لك جنازة تليق بك، وأن أوصلك إلى قبرك. حزن الملك حزنا شديدا على جحود هؤلاء الزوجات، وإذا بصوت خافت وضعيف يأتي من بعيد ويقول: أنا سأرافقك في قبرك، أنا سأكون معك أينما تذهب. فنظر الملك فإذا زوجته الأولى وهي في حالة هزيلة مريضة بسبب إهمال زوجها لها. فندم الملك على سوء رعايته لها في حياته، وقال: كان ينبغي لي أن أعتني بك أكثر من الباقيات، ولو عاد بي الزمان لكنت أنت أكثر من اهتم به من زوجاتي ال4. في الحقيقة كلنا لدينا 4 زوجات في حياتنا، فأما الزوجة الرابعة فهي الجسد، فمهما اعتنينا بأجسادنا وأشبعنا شهواتنا فستتركنا أجسادنا فورا عند الموت وتفنى. أما الزوجة الثالثة فهي الأموال والممتلكات، والإنسان قد يسرق ويغتصب ويفعل كل ما يخطر على البال من أجل تنمية ثروته وزيادة ممتلكاته، ولكن عند موته ستتركه وتذهب لأشخاص آخرين. أما الزوجة الثانية فهي الأهل والأصدقاء، فمهما بلغت تضحياتهم لنا في حياتنا فلا نتوقع منهم أكثر من أن يتأسفوا لموتنا وأن يوصلونا إلى القبور لدفننا. أما الزوجة الأولى فهي العمل الصالح، ننشغل عن تغذيته والاعتناء به لحساب شهواتنا وأموالنا وأصدقائنا، مع أن أعمالنا هي الوحيدة التي ستكون معنا في قبورنا.